احكي لنا بقى عن الغربة كده. بما انك بقالك 7 سنين، ادينا الزبدة. اول شيء بدي بهالجزئيه هاي بدي احكي شيء للزير سالم حكى بيت شعر. كان في شيبون هو ابن اخت، يعني ابن اخت وخاله، فاهم علي؟ صارت قصه، فطلع الزير سالم شو حكى. هاي متى فهمتها؟ اللي ادهم هسه مش ادهم قبل سنه، مع انك هسه مش مالك قبل سنه، معتقدات تتغير. الغربه 1 سنه تساوي 5 سنين ببلدك. زي ما قلت لك الجزئيه، انت واحد بروح عنده حضن امه، عنده الغدوه، عنده الهاي. انت واحد مروح اكلت هيك عيشت، ما اكلتش متت. صح، انت ما اكلت متت، انت بتموت حالك، ما حدا راح يتف عليك ولا حدا راح يسالك. انت هون المسؤوليه، حس المسؤوليه العاليه اللي بيكون عندك مش من فراغ. ما بنصح طالب يطلع بكالوريوس كذا مش عنده حافظ خط الرجعه مع ربنا. قلت لك اياه، خط الرجعه بالغربه بيساعدك جدا. ماشي، يمكن انت بتقطع بالصلوات، ولكن ما تقطع لو صلاه باليوم. اعمل اغلط، خلي في صلاه. ليش؟ اشكي لربنا احسن ما تشكي لعبيده، تقتنع. شو بقول لك الزير سالم؟ شيبون ارسل نهار الحرب يطلبني، يريد حربي وقتلي دون ابطالي، بدون جماعتي. نصحته لكنه لم يطاوعني، بارزته فهوى للارض في الحال. المال يبني بيوتا لا عماد لها، والفقر يهدم بيوتا سقفها عالي. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. الله. ما بين لحظة عين وانتفاضتها يغير الله من حال إلى حال. أنا جسمي أشعر، والله العظيم جسمي أشعر. حسن قوية، أقسم بالله. وكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي. العم من كنت مغمورا بنعمته، والخال من كنت من أضراره خالي. الله. لا يقطع الرأس إلا من يركبها، ولا ترد المنايا كثرة المال. يا سلام، سلامتك. الله تسلم ايدك، تسلم يعني يسلم بقك. هاي وصف كامل للهاي. زي ما قلت لك، غربة اجرح داوي. ابن الغربة على فكرة محصن قوي. واحد ابن غربة 5 من أولاد بلدنا، ثق واعتقد. ليش؟ انت كأدهم رجعت على بلادك. شوف، بس بدي احكي ميزة الغربة على السريع، ما هي لها مساوئ، بس ناخذ الميزة. انت رجعت على بلادك، كمالي رجعت حابب اتجوز زي اي الشباب. بدي اتجوز، انستر، افوت دار، بدي اشتغل، اتجوز وافوت دار. طيب انا باخذ 300 دينار، فلنفرض جدلا 300 اللي هم $500. شو بيعملوا الشباب عندنا اللي درسوا بالغرفة؟ شو بيعمل؟ الدارج او مصر او الى اخره، اشتغل من هون، يلا بسرعة سيارة، مهندس اروح على الهاي، ليش مواصلات، سيارة، روح نزل سيارة. نزل السيارة من هون، اعطاها قسط $250، صفي له $250. شو اجى حكى لك؟ انا بشتغل بالشغل لل6، باجي على السيارة بشغلها تاكسي. الذكي ما بيشتغل حاليا شغل فيه اللي هو تعب بدني. احنا بنشتغل هون اوكي ماشي، انه انت اوريدي الواحد فيش معك وقت، حياتك تركض، الغربة بتخليك تركض، بس انت ببلدك بتعمل ايه؟ عار عليك جد. هسه مثلا عندك انت الدروب شيبينج، لو انت المصاري هاي اللي انت رهنت حالك من رقبتك للبنك شهري $250 عشان سيارة ولا عشان تمسك ايفون، هي كل فخر، اقسم بالله ماشيين اموري تمام. هاي حاط لكم كمان روبوت ولا تزعلوا عشان حد ينقهر. نكون اذكى. اعرف متى توصل اللي هو خلينا نحكيها الحريه الماليه. ما بتجيش هيك، ما انت بدك حريه ماليه مع حريه نفسيه. انت راضي عن اللي انت بتعمله قدام ربنا. 3/4 عرض وكذب. كذب عندنا بلادنا 3/4 كذب. بنزل الشاب عشان انا والله قاعد بين الناس معي سياره فلانيه. طيب لو اخذت لك كورس دروب شيبينج هاي $250، بدي اعتبرك واحد اهبل وتكاس تعب حالك، ما عندكش وقت، بشتغل يا مالك. شو اعمل؟ بدكاش سياره؟ طب احكي لي شو اعمل. انا بقول لك خذ لك كورس دروب شيبينج فوته، اخذت الكورس بعلمك كيف. مع انه في على اليوتيوب واحد 7 ساعات وحكى انه لو يعرفوا اللي بيشتغل معاهم لما يعرفوا راح يزعلوا مني. بشرح لك كيف تفتح السايت، كيف تجيب من علي بابا وتودي بدون ما تفتح محل، واجرد وسوي واعمل. خلينا نكون اذكى. انت متعلم، استغل الكمبيوتر اللي قاعد تشتغل. مش هذا مش بس كمبيوتر السوفت وير، اشتغل بهالاجزاء. روحت على 6، اشتغل من 6 لل12 او لل10 اللي وقفنا تنام، تمام، واعمل على هيك. دائما بحكيها ابو دهيم للشباب الصغار، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كيف؟ جزء عقلاني وجزء حيواني. سبحان ربنا،
فعلا جزء حيواني. لما انت تروح تلعب بالنادي مثلا نادي الحديد، انت قاعد ترفع وزن اثقل من وزنك، فبيزيد قوه شخصيتك. لو جيت عملت احصائيه عضلاتك ومع بالمقارنه لما انت ترفع شيء اقوى منك بزود قوتك، ثقتك بنفسك بتزيد. معروف اللي هو اي رياضه، كاراتيه، دفاع عن النفس، بوكسينج الى اخره. ليش؟ لانك انت رفعت زودت الجزئيه اللي ربنا اعطاك اياها كحيواني، التستوستيرون و الى اخره. هذا كله بندرس تحت الحيوان. احنا عندنا ما بنركز على العقلاني، ما بنركز على العقلاني، نكون اذكى، نخاطب العقل، نخاطب العقل اقوى بالضبط عشان يتعود على التقيل. يتعود على التقيل بالضبط. القوي العقلاني، شوف شخصيتك كيف بتزيد. يا ويلاه اللي بيكون حيواني وعقلاني دمجهم بينهم بين بعض وعامل ميكس، هون قوي وهون قوي. هذا كيف الدعم العقلاني. بيجي واحد بيحكي لك اقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير، انا جربت اقرا يا زلمه، لو تفوت عليه بتفرض ضحك. قاعد نقرا بدي اعرف وين بدي اصير غني كيف اصير مليونير، كيف بدي اصير مليونير. بعدين اجى واحد رماها بداني الله يجزيه الخير، قال لي في بين ايدينا كتاب تختصر كل كتب العالم. هم اساسا اللي كتب الكتب درسوه، بس ربنا غاضب عليهم بدوش يهديهم من الطريق. زي كيف لما ربنا واحد ظالم بضل يزيد له مصاري عشان يزيد بضر، نفس الفكره. الاب الغني والاب الفقير اللي بيجي بيحكي لك ان القران مشفر لك كل حياتك. 90% من القران حكيت لك اياها، 90% من القران هو عباره عن شو؟ عادات حياتيه بتعملها بتلاقي، وال10% اوامر ونواهي. اوامر ونواهي، التركات اللي بيكتشفوها هم لو احنا قرأناه مظبوط. شوف، يمكن انت تمرق من قدام ذانك آية لانه مش تخصصك مش رح تعرفها. بس انا مثلا لما سمعتها تاع ذو القرنين مباشرة ما هو تخصصي جمعت. طب شو قطرة شو كان قصده في ذو القرنين؟ بعدين عشت انه نحاس المدور. والله انت اذا كنت كأنك مثلا لو انا دكتور وبقرا القران هيعدي عليا مثلا كلمه نطفه، كلمه علقه، كلمه ايه ده فعلا انا فهمت الموضوع. انما لو انا شخص عادي خالص هتعدي عليا خلاص ده جزء من تكون الجنين والموضوع انتهى. وانتهى الموضوع. لكن عشان انا دارس فهمت حرفيا لانك هذا. طب بلاش جزئيه ثانيه، بيجي واحد ملحد. الاولاد الصغار عندنا، الاولاد الصغار اذا البيبي الصغير عنده حب الاستكشاف، انت بتطلع غربه، انت عندك حب الاستكشاف بده يكون بديهي كشاب. بتشوف شيء جديد بدك تستكشف. البيبي بتجيب له لعبه بيلعب فيها شوي برميها، بده يروح يستكشف شيء جديد. ربنا حط فينا غريزه الاستكشاف. انت ما بينفع تيجي على الشاب اضربوهم على 10. طب انتوا اخذتوا جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيتوا الجزء الثاني. الرسول كان مع الصحابه يخاطب عقولهم، كان يخاطب عقولهم لدرجه انه في كثير مواقف كان يحكي لهم كذا، يحكوا له لا يا رسول الله. تخيل لوين هو رسول الله كان يخاطب العقل. خذوا جزئيه مخاطبه العقل وخاطبوا الشباب، ما تستهينش بانه هذا صغير هذا كبير. احكي، خاطب عقله، خاطب عقله. انا بحب اقعد مع الشباب الاصغر مني، بحب اقعد مع الاكبر مني. تسالني طبعا مانك ليش تقعد مع الاصغر مني؟ عندنا صار الدارج انه اذا ما يكبر. لا يا حبيبي، انتوا الجيل اللي بيفهم بالتكنولوجيا. انا اذا بدي اطور من التكنولوجيا اعرفها اول باول لازم يكون في عندي ارضى. هم الاطور من، هم متطورين اكثر منك. اقعد عشان تواكب. ما هم الجيل اللي راح ياخذ، وانت بتضلك مقضي لي اياه. بقعد مع ناس 50 سنه و40 سنه، وثلاث ارباع ال 30 40 سنه اللي صاروا هسه ابهات. من وين هاي العينات اللي بنشوفها؟ منهم، لانهم عقيمه، تربيه عقيمه، اهله ربوه تربيه عقيمه، ما خاطبوا عقله. يا اما دلعوه يا اما ضغطوا نضربوا فيه. خلي انضغط لما كبر بده يربي اولاده، اعطاهم كل شيء، قال لهم تربيه حديثه، طلعوا هاي الاشكال. يعني امسك العصايه بالنص، دين النص، كل شيء بتعمله امسك نص. هذا هو النقاش المحتدل. جميل قوي. انا لو اقول لك قد ايه تاني المره الثالثه الرابعه مبسوط من الكلام مش هتصدقني بجد والله. طيب انت كنت انت بتشتغل من زمان وطلع عينك من زمان وجربت شغل كتير جدا. فادينا بقى كده الزبده تاني. الزبده الشغل اشتغلت قد ايه؟ خلينا نوضح الدنيا. اشتغلت ايه الشغلانات، انواع الشغلانات، واخر حاجه اشتغلتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغلنا بلش من غسيل السيارات، غسيل المواعين، السخون والهاي. على فكره ما بحكي هيك عشان نعرض، عادها عارف والشباب اللي بيعرفوني عارفين. بالعماره كون ادرس هندسه مدنيه واروح اشتغل معاهم معاتل واروح اودي. ايش كمان مالك؟ انت تحت محل، شفت اللي عند السكن الخامس اللي طرطوس بقعد فيه؟ هذا كان اللي انا عامله بايدي، انا وعماد الشاب الفلسطيني بلحيه وشاب سوري. بس ما تيسرش الموضوع وسكرناه لاجل اختلاف واحد بده يرفع الاسعار. قلت له طلاب، انت ما عشتش مع الطلاب طول عمرك، عايش الشقه ما بتعرفهم. مش لا انا عمي هاي نصيبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعديها رجعت رحت اوزون.
كنتوا تعوزون اللي هو زي ماركت اونلاين ماركت، مرفت غيرك انت شغال في المخزن تبعه. اشتغلت فترة منيحة الحمد لله، وصلت فيه مكان منيح، صرت مانجر. بعديها اليوم اللي اخذت فيه مانجر ثاني يوم طلعت منه. الصراحة كان صداع راس، يعني النمرود ربنا كيف عاقبه. حكيت لك راح نيجي لموضوع النمرود. ربنا كيف عاقب النمرود؟ واحد من 4 حكموا الارض، كيف عاقب ربنا؟ بس فاتت صداع الراس. هو علميا انت الصداع النفسي اللي بتعيشه، التعب النفسي بالنسبه لي كثير اسوأ من التعب الجسدي، كثير اسوأ. فعشان هيك سبحان الله التكنولوجيا اللي بتطلع جديده هي بتريحك، فانت ما فيش داعي تضلك دقه قديم وماسك الاله الحاسبه ورايح بالمشروع. لا، عندك على الذكاء الاصطناعي يفتح شوف المواقع، والله العظيم بتفوت انت الهال بتجيب لك اياه من القمر الصناعي، بتتابع مشروعك وانت نايم بالدار وعامل هيك، عامل ما بيشتغلش بترن عليه جاييك قوم اشتغل، شايفك تخيل. ربنا اعطانا العقل. انا بحب وبحترم الشقيري، تعرف احمد الشقيري ليش الناس تحب تسمع له؟ بربط الدين بالمصالح الدنيويه. بورجيك قرآننا قديش بنتعك بالمصالح الدنيويه، قديش الجزئيات هاي مهمه. وان كان تنويه بسيط ان الشوفير عنده شويه مشاكل في العقيده، يعني في العقيده بالضبط. هذا حرفيا، لكن يعني ننتبه واحنا بنسمع بالضبط. يحاول له قدر المستطاع، وانت بتشوف الجزئيه اللي بتنفعك او اللي بتحسها منطقيه، خاطب عقلك باي شيء بنحكى. لما يطلع الدكتور ياسر الحزيمي شو حكى قبل شوي، كنت احكي لابو زيد عجبني. انا على فكره ما حضرتش البودكاست 3 ساعات، كان يطلع لي ريلز. فواحد من الريلز شو بحكي لك اللي هو ديننا مش دين ضعف. ديننا مش دين ضعف. انا استغربت، انا ماسك التلفون، احنا ترجمنا انه ديننا دبلجنا مش انه دين ضعف، ولكن بمعنى اخر اللي هو انه سامح. واحد ضربني، لا ما برجع اضربه عشان اخذ حسناته. حكى شيء منطقي. كيف ممكن انت بالعقل يكون ديننا اللي غزا كثير غزوات او عمل كثير اشياء زي خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول، كان يقدر يفوت على الكفار وعلى الروم والفرس، وبيقول لك سل قاهر الروم والفرسان، بل سل قاهر الروم والرومان، هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها؟ تخيل انت لوين. كيف ايش كان يعمل؟ كان يمشي بنص الشارع بس يحكي سترك يا رب. اللي ضربك اللي سبك سبه. هو حكى الدكتور ياسر ومنطقي شوف بيواجهك بالقرآن. اللي سبك سبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد اجى ضرب واحد فوجع رفع عن بطنه وقال له ضربني، هو رسول الله. وهي القصه كلنا نعرفها بصراحه. ليش؟ اللي جزاء سيئة مثلها الدكتور ياسر الحزيمي. منطق، خاطب عقلك بالدين. مش معناها واحد ضربني لا الله يسامحك انا ما بضربك. طب انت هيك بتربي بالشاب لو عنده شخصيه قويه عربي، والعرب متصفين بالحمويه، ما عليه العرب دائما حميان. كيف يسكت عن حقه؟ دينك دين قوه مش دين ضعف. الجزئيه اللي اعتقد انه التربيه القديمه ما بناقش العقول. ابنك الصغير عباره عن ملحد حرفيا، هو معك دين الاسلام وهذا، لكن عقليته تفكيره زي من الدين. اقلب. تعرف مره شو بسالني؟ ليش طب القران نزل على العرب؟ صفنت فيه زي قلت له انت اقلب. لحظه اقلب شخص روسي ملحد شاب حرفيا روسي صديق لينا بس عشان يكونوا معنا. كنت عندي الشباب صليت العصر. حلو. صليت العصر، فرضت المصلوة، صليت العصر، فهو قاعد شافني. قال صار يسأل أسئلة تفوت كيف تكون الكون، كله هذا بتجاوبه أي واحد بيعرف يجاوبه. نيجي على الجزئية ليش نزل على العرب؟ قلت له هو فعليا أنت قارئ غلط. شوف قارئ عن الدين، شوف الملحد أكثر إنسان بخوف. عشان هيك بحكي لك احذر بتعاملك مع ابنك الصغير، احذر، خاطب عقله، حتى ما تحكيش صغير، خاطب عقله حتى لو انه صغير. اجى شو حكم؟ صار يحكي، قل لما سالني قلت له هو ما نزلش على العرب، ونزل على العالم اجمعين ولكن بلسان عربي لاجل الحكمه في اللغه العربيه. قديش ممكن توصل لك مفردات، يعني الايه انت ممكن تقراها مره تفهم مصطلح تفسر الطريقه، ترجع تقراها مره ثانيه وانت معك علم زي الهندسه لما تفهم شيء جديد. صح، جميل. تسمعها من حد ثاني تعرف فكرته فيها. يعني ما بنفع انا هسه على الجيل الشباب الجداد اجي عليهم احكي لهم هذا ممنوع، هذا حرام، هذا ما بصيرش، هذا إشي جدا جدا مشين انه الناس تطلع على اندرو تيتو وحط السيجاره بتمه دق هون وزخذوه قدوه. حتى لو انه مثلا معتنق الاسلام ولا اكثر. طب ما في انت ليش مش انت واحد يكون 100%؟ انت ممكن تكون قدوه لواحد ثاني. مش من فراغ اذا بليتم فاستتروا.
لانه يمكن في انسان شايفك قدوه سواء بتخصص سواء بهاي. اذا انت عملت شيء خطا استر على حالك، كلنا عبيد الله المستر، استر على حالك، لانه يمكن هذا يشوفك قدوه يحكي انا بدي اصير زي هذا. شو عمل؟ شرب، يلا بدي اروح اشرب. مثلا ما هو ناقع بدخن، معناها الدخان هو السبب. انا بقول لك يعني في كثير مواقف خلاص ما بتطلعش السيجاره، خلاص حسب الموقف حسب الشغله. شباب كبار بينهم بين بعض فاهمين بعض وهو بلاء وخلص بتخلص الموضوع. يعني وربنا ان شاء الله بغفر لك، بس حبل الود لازم يضل مربوط بينك وبين ربنا. اضعف لربنا، ابكي لربنا، اشكي لربنا، عيط وانت ساجد. بحكي لك اقسم بالله العظيم مالك من سنه مش مالك اللي معك هسه، بس لاجل انه واحد رمى بداني شغله الله يجزيه الخير وتسهل الله يفتح طريقه. الله بالله ايش الشغله نافذه؟ ايش الشغله؟ اول شيء بلشت اياها بتاعت الاب الغني والاب الفقير. فات علي انا ماسك ناس هذا زي هيك وعامل ايه وعنده صار غني صافن فيه هو عم بعتبره زي يعني اخ كبير. هو صار يعني صافن فيه زي بقول لي شو بتعمل؟ قلت له يا زلمه كله بيقول انه هذا الكتاب فيه غنى، حلو. انا بدي افهم وين الغنى. قال له والله بحياتك بالقران فيه غنى. امسكها والله، امسك الغنى. هذا الشاب مجرب، اورجيك بس مجرب. الله يا رب يستر عليه، لان مش راح نحكي اسمه ولكن كقصه راح نحكي. كان له على مشروب، له حتى على الحشيش، فهم كل الدنيا فشاف هذا واخذ الدين عن قناعه. بعد ما شاف كل ملذات الحياه اخذه عن قناعه. لا وشاب مسلم بس بيعرف نغلط، اخذه عن قناعه. هسه ملتزم ستريت، عارف علشان ستريت وقاطع. يعني هو احكي لك شغله، السكران سبحان الله حتى بالملذات تاعت الحياه بيختلفوا، التعامل مع هذا والتعامل مع هذا مختلف. بالعلم الدخان هذا اللي بدخنوه بنزل، بطلب معك تضلك هادي، الثاني برفع، اللي بيعمل ميكس مصيبه. فانت بتتعامل مع هذا اساسا رافع باور وطاقه او ستريس، فاهم عليك؟ وهذا مهبط، بينفع للمهبط تيجي ترفعه وتسوي. فاللي مجرب غير الحكم، قلت لك اياه، اللي مستعمل بارود شيكن واللي حاضر افلام رامبو شيكن صفي اللي بيقول قد يسمع لهم منصور السالمي، الشيخ منصور السالمي، يا ما اجمل منصور السالمي. كل ما اسمع آية تبع اللي هدته على الصراط المستقيم، شو بتاعت معيشة ضنكا، كان يضغط على صدره زي هيك لما بقول لك تعرفش انت مين ممكن تغير، مين ممكن جد انه تخليه يرجع يراجع حساباته. فيا رب الله يعني يجزيك الخير اول شيء على المحتوى اللي بتقدمه، والله يا رب يجعلنا وسيله الناس تتغير، ما يغلطوش غلط احنا غلطنا او غيرنا غلط. طيب اخر سؤالين يعني، ايه تجربه الطقس معك هنا؟ تجربة الطقس ما قلت لك ربنا ساخط والله بكل شيء بيعملوه سنة عن سنة قاعد يسخط. يعني لو حاجة أخيرة تنصح بها الشباب اللي مقبلين على التخصص أو اللي بيفكروا في التخصص بتاعك اللي هو الهندسة المدني، تخصص التصميمات الفريدة. دائما استفيض بالعلم، طور من حالك، تبع على المقاطع، حاول شوف. أنا زي ما قلت لكم واعد لكل واحد فايت، الفيديوهات راح أشاركها عن طريق أبو دهم إن شاء الله. بتنفع اللي بدرس واللي ناوي يدرس واللي خلص والمهندس اللي أساسا بيحكي عن هذا الخبرة. حلو. تخصص يعني الفيديوهات شاملة كل شيء بالتخصص الهندسة المدني. أنت شوف واطلع بقدر المستطاع، شوف هل هو فعلا تخصص معروف راسا من رجليه. احنا كده تقريبا خلاص شبه خلصنا، ولكن عندنا بقى الايه الفقرة المعتادة، فقرة الحكمة أو المقولة أو الشيء اللي أنت تؤمن بيه. يا ريت تكتبه لنا كده وتبلغنا عليه. يا سيدي العزيز عن الهندسة المدنية، عن الغربة. ولا نملأ قلبا ليس ما يخص الهندسة المدنية، المال يبني بيوتا لا عماد لها، والفقر يهدم بيوتا سقفها عالي. الله. كان الزير سالم قبل شوي حكينا إنه وين المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قلت لكم الفرحان في التشفيرة، والمال جدا مهم. مش المال كل شيء، بس المال مهم. نيجي على جزئية الغربة، هاي قوية. وإن على العلات يا غربتي لنملأ قلب الليث رعبا إذا صرنا. الله. إذا قلنا الليث بخاف مننا. يا سلام سلام يا سلام. وقربها بقى كده للكاميرا. حلوة قوي، جميلة جدا.
جميلة، تسلم ايدك وتسلم بقك وتسلم رجلك اللي جابتك وتسلم كل حاجة. وبس تقريبا. حبيبي. ولا هنا يا السادات والسادة تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. تكاد تكون من اطول الحلقات اللي اتصورت، ساعة و10 دقايق اهو. الحمد لله. بس اللهم استعملنا بس ان شاء الله وتكون يعني بنحاول نقلد الدكتور ياسر. يلا لا مش مشكلة. مش مشكلة بس ايه المهم ربنا ينفع الناس بالكلام ده يا رب. ان شاء الله. ربنا ينفع الناس بالكلام ده ويرزقنا الاخلاص في العمل. يا رب. اللهم امين. حبيبي حبيبي. انا مبسوط جدا. الله يكرمك فخم. حبيبي. الله يعزك. حبيبي الله يلا يسلمك. حبيبي.